كانت الانطلاقة من مدينة تارودان التاريخية، مرورا بقبائل إسندان، توف العزد، يدوس كوفلة، وقبائل عيط عبد الله، وصولا إلى سيدي عبد الجبار على مشارف مدينة تفراوت. دروكا زاوية سيدي عبد الجبار أليلي. المنظر من الفوق. شحال بعيد على تفراوت؟ واحد 14 كيلومتر اللي بانت ليا تما، هي من جهة عيط عبد الله. إذا فين هي الزاوية من الفوق؟ هي هادي ياك؟ ها هي المسجد، هي راه القبايل. هنا ولي الصالح سيدي عبد الجبار العلاوي. ترينا الزاوية إذا نكتشفوا الزاوية ديال سيدي عبد الجبار. هنا كاين المسجد ومكان الوضوء، وهنا سكن خاص. إذا هذا هو المرقد ديال الولي الصالح سيدي عبد الجبار. من دائما طراز العمارة الأمازيغية بالقباء، الألوان كذلك، واللون الأبيض. إذا هنا نبدأ سيدي عبد الجبار المرابط المجتهد المشهور سيدي عبد الجبار، يجلس التاملي الدفلاوي صالح مبارك مشهور، أخبار حفيده محمد بن سعيد بن عبد الجبار الصغير بن إبراهيم. توفي تقريبا بين 20 إلى 50 من المئة السابعة، يعني 725 هجرية أم عبد الجبار بن إبراهيم. فوفاته كانت 86 و 900، يعني 986 هجرية. إذا المصدر وكتاب وفايات الرسموكي. إذا هذا هو المرقد ديال الولي الصالح سيدي عبد الجبار. هذا هو البير كاين سيدي عبد الجبار اللي بغى يشرب منه، الماء بارد. هذا الماء شوف بارد ومنعش. الرجال هنا يحاول يشرب مع هذا الماء، يجربو راه خفيف.